قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه ديال متمدرس باش ديما يوصلكم جديد اخبار التعليم. اهلا وسهلا بكم متابعي قناه متمدرس في هذا الفيديو الجديد والعاجل. فكل شيء كيسول على الاضرابات وكيسول على البلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم. فتوصلنا الان غير دابا شويه بالبلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم، البيان اللي خرج اليوم الثلاثاء 2 يناير 2024. ولكن قبل ما ندخلوا في التفاصيل فتنبغي نقول لكم ان بزاف ديال المتابعين ما كيتفاعلوش مع الفيديو، هذا الشيء كيضر القناه، لذلك ما تنساوناش من الدعم ديالكم ومن لايك ديالكم وشكرا. فكما كتشوفوا معايا هذا هو البلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي خرج غير دابا شي شويه، اللي جا فيه بخصوص الاضرابات. فتيقول التنسيق الوطني لقطاع التعليم انه مواصله النضال مع كل تنسيقيات نساء ورجال التعليم الى حين تحقيق جميع المطالب. فالاضراب الوطني الاضراب العام غادي يكون فيه 3 ايام، هذا بالنسبه للبلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم اللي هي الاربعاء، الخميس، الجمعه، يوم 3 و4 و5 يناير 2024. ايضا غتكون وقفه ممركزه امام الوزاره يوم الخميس 4 يناير 2024 على الساعه 11:10. هذا بخصوص البلاغ ديال التنسيق الوطني لقطاع التعليم. هذا الشيء اللي كاين اصدقائي التلاميذ، تهلاو لي في راسكم، تلاقاو في فيديو جديد.